ازاي الحقن المجهري ممكن يساعد في الكشف عن الامراض الوراثيه؟ احكي لحضرتك القصه دي هنعرف بيها احنا الحقن المجهري ازاي ممكن يساعدنا. القصه بدات بان في بعض الحالات بتتصل بينا: يا دكتور انا عندي اطفال بيتم تشخيصهم بامراض جينيه معينه. نقول مثلا بعض امثله هذه الامراض، مثلا فانكوني انيميا، مثلا بعض الامراض الخاصه بتصلب العضلات، بعض الامراض الخاصه بالامراض الوراثيه المشهوره في العائلات، او حتى وجود اشهر الامراض الوراثيه الكروموسوميه وهو متلازمه داون او الطفل المنغولي. ازاي بقى يا دكتور اقدر استبعد هذه الامراض ومش عاوزه اولادي يصابوا بيها لان عندي تجربه معينه في هذه الامراض؟ اول حاجه، ازاي الحقن المجهري ممكن يساعدنا في حاجه زي كده؟ احنا فكرة الحقن المجهري ببساطة ان احنا عندنا القدرة ان احنا نشوف الجنين قبل ما نزرعه لحضرتك جوه الرحم، وبالتالي كلمة نشوف الجنين دي معناها ان انا اقدر اشوف الجنين فيزيكالي من بره عامل ازاي تحت الميكروسكوب. مش كده وبس، العلم اداني اكتر من ده، ان انا اقدر اخد من هذا الجنين جزء معين وليكن خلية في مرحلة معينة، او جزء من الغشاء اللي حواليه اللي هو التروفو اكتوديرم في مرحلة تانية، واخد هذا الغشاء علشان اعمل منه تحاليل خاصة بالدي ان ايه والكروموسومات والجينات، اقدر بيها اشخص اي مرض انا بحاول ابحث عنه طالما له خريطة جينية معروفة. يعني ايه بقى يا دكتور الكلام ده؟ يعني مثلا هضرب لحضرتك مثال متلازمة داون. متلازمة داون هو مشكلة في كروموسوم معين في ترتيب الكروموسومات بتاعتنا. هذه المتلازمة بيكون فيها نسخة زيادة من الكروموسوم رقم 21، يعني بدل ما يبقى الطفل ده عنده نسختين من الرقم 21 هو عنده 3 نسخ من الصبغ 21، وده اللي بيدي الشكل العام بتاع داون او الطفل بتاع داون. طيب احنا ازاي نقدر نستبعد ده عن طريق الحقن المجهري؟ ان احنا بندور من الخلية اللي بناخدها في اليوم الثالث او الرابع على الصبغ ده او على الاجنة اللي فيها نسخة زيادة، وبيتم استبعادها وبنزرع الاجنة السليمة فقط. وفي الحالة دي لما بنزرع الاجنة السليمة ما بيطلعش عندنا متلازمة داون سندروم. مثال آخر لحالات معينة عندها أمراض جينية، هذا الجين مثلا مسؤول عن الفانكوني أنيميا، وهي أحد الأنيميات العنيفة اللي ممكن تؤدي إلى تأثر مباشر على الصحة العامة بعد كده. إزاي بندور على الفانكوني أنيميا؟ هي مش موجودة على فكرة كروموسوم، لا دي موجودة على جين معين جوه الكروموسوم. احنا عارفين الكروموسوم ده بيحمل ملايين الجينات، واحنا ما قدرناش ان احنا نكتشف لحد دلوقتي كل الجينات اللي موجوده، وازاي بنقدر يعني نكتشف الخريطه بتاعت كل مرض، الخريطه الجينيه بتاعته. لسه العلم في بداياته تماما في هذه المرحله، ولكن قدرنا ان احنا نوصل لمجموعه من اشهر الامراض زي فانكوني انيميا مثلا. الحالات دي بنعمل ايه؟ الحالات دي بندور بتقنيات معينه، اشهرهم هي تقنيه البحث عن الجين اللي موجود المسبب للفانكوني انيميا. بناخد هذه التقنيات او معامل الوراثه، بتاخد الخلايا وبتدور بالبروبات الخاصه جدا عن هذه الجينات، وبمجرد اكتشاف الجينات بيتم استبعاد الاجنه المصابه بهذا المرض، وبالتالي اقدر ازرع الجنين اللي انا متاكد ان شاء الله ان ما فيهوش الجين المسبب لهذا المرض بعد كده، وبالتالي اقدر استبعد الجنين ده من الاجنه اللي بتبقى ممكن تكون حضرتك مصابه بيها، وبالتالي حضرتك تحملي في جنين سليم. العلم في الجزئيه دي متقدم جدا يا جماعه، يعني يوميا بنقرا كتير قوي عن حاجات جديدة اتعملت وبتتعمل في مجال الجينات ومجال استبعاد الأمراض الوراثية في الحقن المجهري. احنا عندنا قصص مأساوية عن ناس عندهم أطفال بنفس الأمراض بقالهم سنوات، والأطفال دول ما كانش بيتم استبعاد المشاكل الجينية بتاعتهم. واحنا النهاردة بننصح كل الناس اللي عندهم أمراض جينية، عندهم أطفال لديهم أمراض جينية أو هو معروف إن هو عنده مرض جيني معين، حتى لو خامل، يعني حتى لو مش ظاهر عليه هو حامل فقط للمرض ده، إن احنا ندور على الجنين السليم في عمليات الحقن المجهري ونزرعه علشان نقلل الأجنة المصابة بهذه الأمراض في العالم بشكل عام وفي حياتنا، علشان خاطر
ان احنا نبقى بنستفيد من العلم اللي بيحصل ومن الطفرة العلمية العظيمة في مجال البحث عن الامراض الجينية والوراثية في الحقن المجهري.